السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في القناة. عواشركم مبروكة بالصحة والسلامة. إن شاء الله اليوم غنحضر معكم فطائر اللي كيجيو بواحد الحشوة اللي جديدة. تبعوا معايا الطريقة. أول حاجة كناخدو واحد المقلاة، غنبداو لكم بالحشوة. وضعت فيها زيت الزيتون واحد 2 معالق كبار، درت واحد البصلة كبيرة مشلضة، درت واحد الطرش ديال الثومة، واللي عنده بودرة ديال الثوم يستعملها. دابا نشعل عليها على عافية مهيلة، وغنخلي هاد البصلة حتى تنزل، وغنضيف باقي المكونات. دابا غنضيفو باقي المكونات كما كتشوفوا. من بعد ما نزلت البصلة شويه كنزيدو بالصدر ديال الدجاج. نتوما بالنسبه للحشوه راه اللي عندكم متوفر في الدار استعملوه. انا درت هنا الدجاج بيبي، عفوا قطعته طريفات مربعات كما كتشوفوا. نتوما تقدروا تضيفوا كفته ديال بيبي ولا كفته ديال اللحم اللي عندكم متوفر. دابا غنضيف، خديت واحد الحبه ديال الجزر اللي حكيتها في حكاكه رقيقه، كذلك الكروم واحد الطريف صغير. انا كنحاول ندخل الكروم على حساب الوليدات، بس ما كيبغيوش ياكلوا. درت هذه كندخلوا في هاد الحشوات. وانتم الاضافات اللي بغيتو تزيدوا فلفل الالوان، بغيتو تزيدوا كاع خضره. انا خديت هاد الجزر والكروم عنده ذوق محايد، ما كيبدلش المذاق ديال الحشوه، ولكن كيبقى صحي تدخلوه لوليداتكم. غنديرو التوابل. بالنسبه للملح عندنا الملح، ونير الدار، سكنجبير. حتى بالنسبه للتوابل ديروا الاضافات اللي كتبغيو، اي توابل عندكم في الدار ديروها اللي كتبغيو. السكنجبير ما تكثروش، دائما التوابل ديروها القياس، لحقاش حتى هما الا كثرتهم كيبدلوا المذاق. قليل من الخرقوم البلدي، عندنا الفلفل الاحمر اللي هو التحماره. صافي غنحرك هاد المكونات ونخليهم حتى كيطيبوا. انا متكفل من بعد باش نتلاقاو باش نوريكم العجين. دابا كما كتشوفوا من بعد ما طابتها بالخضره ونشفات، اخر اضافه كنزيدو الزعتر، واحد معلقه ديال الهريسه، هذه اختياريه حتى هي كتبنن. هاد شويه ديال الزيتون، والنشيمات اللي بغيتو ديروا معدنوس، قزبره معدنوس اللي بغيتو. انا درت الزعتر، شويه ديال زيت الزيتون عفوا مقطع خضر، صافي. وكنطفي على النار وكنحرك. بالنسبه للحشوه راه كنخليوها تبرد. بالنسبه للعجين كنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق فورس، ما يعادل 3 ديال الكيسان ديال العنبه يكونوا عامرين. درت واحد المعلقه صغيره ديال الملح، والملح كتبقى على حسب الذوق. درت معلقه صغيره ديال سنيده، ودرت الزعتر محكوك هنا، والزعتر تا هو اختياري باش نسم هاد العجين. وعندنا بياض بيضه، والصفر كنحتفظ به باش ندهن بهم الفطائر. وعندنا واحد المعلقه تقريبا صغيره عامره ولا كبيره ما عمراش ديال خميره فوريه. خميره كتبقى على حسب الجو. وعندنا الحليب دافي، عندنا 150 مليلتر ديال الحليب دافي، تقريبا كاس ديال العنبه. كما كتشوفوا كاس ديال العنبه ديال الحليب دافي 150 مليلتر بالعبار ديال الغرامات. كنخلطوا هاد المكونات. دابا كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، كتكون واخده درجه حراره المطبخ
كتكون لينة. كنحاولو ندخلوها في هاد العجين صافي. كنبقاو على هاد الطريقة حتى كنجمعو العجينة مزيان. نحاولو نخدموها شوية تبقى لينة في سطح الهامة. بالنسبة للمقادير مضبوطين، كنحطوهم ليكم في صندوق الوصف. صافي كنغطيوهم كما كتشوفوا، نغطيوها ونخليوها ترتاح تقريبا حتى كيضاعف بحال الحجم ديالها. ممكن ترتاح مزيان على حساب الجو 40 دقيقة حتى ساعة المكانة. ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش كنشكل هاد الفطائر. كما كتشوفوا من بعد ما ارتاحت العجينة نقسموها جوج كرات. نخدمو الكرة الأولى بهاد الطريقة. كنحاولو نرشو شوية ديال الدقيق ونطلقوها بالكياك. كنحاولو نعطيوها شكل مربع مستطيل عفوا. دابا من بعد ما بسطت هاد العجين كنحاول ندهنها بواحد الخلطة ما بين صلصة ديال الكاتشوب والصلصة الحارة والمايونيز. وانتم عندكم الاختيار، تقدروا تكتفيوها بالكاتشوب. كنحاولوا كاع نوسعوا على هاد العجينة. كناخدو الحشوة اللي كنت حضرت معاكم كنديروها على الوسط بهاد الطريقة. نديروها بحال هكا على الوسط. نديرو الفرماج من الفوق ما بين الفرماج الأحمر والموتزاريلا. كيبقى هادشي اختياري. دابا كنحاولو نثنيو هاد الطرف التحتاني على الحشوة والطرف الآخر على بحال هاد التشكيل كما كتشوفوا. كنحاولو نقطعوها مستطيلات بالموس ولا بقطعة ديال بيتزا ولا. كي كنحاولو نقطعو مستطيلات بحال هاد الشكل. نحاولو نديرو الوسط. صافي كنبقاو على هاد الطريقة بحال هاد الشكل. كنستفوهم في الطاولة اللي غتدخل الفران. كنفرشو لها ورق طهي. من بعد كندهنو بأصفر البيض مع قليل من الحليب. وكنكملو على نفس الطريقة بالنسبة للعجين اللي بقات ليا الاخرى. نتلاقاو باش نوريكم كيفاش كنصايبهم. دابا كما كتشوفوا الفطائر من بعد ما استفتهم في الطاوة كندهنوهم بصفر البيض مع كما قلت لكم واحد المعلقة ديال الحليب، قطرات من الخل. نتوما كما اللي مولفين كديروا باش كدهنوا الفطائر ديالو. كما كيدير معاه الصوجا، البيض مع الصوجا، كل واحد اللي كتستعمل ديروه.
صافي دابا كندهنوهم بشويه ديال السنجمر، نسخن الفران يكون سخون مزيان، وندخلهم ونقص على الفران حتى يطيبوا، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا ديال الفطائر اللي كنت حضرت معكم، كيجيو معلكين. انا غنحل معكم وحده باش تشوفوها. كما كتشوفوا راه كيجيو هشاش بزاف وساهلين في التحضير كما راه شفتوا معايا كيفاش حضرتهم. والحشوه كتبقى الاختيار ديالكم. وكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبالصحه والراحه مع فيديو اخر ان شاء الله.